وتبدأ أحداث الفيلم مع طفل صغير بيلعب على شاطئ سري بالمكسيك، وبيكتشف خوذة بحرية بتحتوي على مقاطع فيديو مرعبة لسمكة قرش عملاقة بتهاجم صاحب الخوذة. بعد كده بنشوف بنت اسمها نانسي واللي بتعاني من الحزن بعد وفاة والدتها، وتقرر الذهاب إلى الشاطئ عشان تستعيد ذكرياتها الجميلة، وده بيعكس أهمية الذكريات في عملية الشفاء النفسي. ونشوفها راكبة عربية مع واحد اسمه كارلوس واللي كان بيوصلها لشاطئ سري بالمكسيك، وبتفضل نانسي طول الطريق بتتفرج على صور لأمها وهي على الشاطئ ده، فبينصحها كارلوس إن هي تستمتع بالمناظر الخلابة أفضل من تصفح الهاتف. فبتشكره نانسي وفعلا بتسيب التليفون وبتبدأ بقى تتفرج على المناظر الطبيعية اللي حواليها. وبعدها بتجيلها رسالة من صاحبتها اللي كانت رايحة للشاطئ معاها، وبتقولها ان هي مش هتقدر تروح معاها للشاطئ لانها تعبانة شوية. وبعد ما بيوصلها مش بيرضى كارلوس ياخد منها فلوس، ولما بتسأله على اسم الشاطئ مش بيقول لها عليه لان ده شاطئ سري، وبيقول لها ان بيته قريب من الشاطئ ده، وان هي لو محتاجة اي حاجة تتصل بيه بدون تردد. ولما بيمشي كارلوس بتغير نانسي هدومها وبتستعد علشان تنزل للمية، ولما بتنزل نانسي المية بتقضي وقت لطيف، ونشوف نانسي بتاخد المزلجة وتنزل عشان تتزلج على الأمواج. وهناك بتتعرف نانسي على شابين تانيين، ويكون واحد من الشابين دول لابس خوذة عليها كاميرا، وبينصح نانسي ان هي ما تسبحش عكس التيار، وبتشكرهم نانسي على النصيحة، وبيبدأوا يتعرفوا على بعض، وبيعرفوا ان نانسي من امريكا، وبيسألوا نانسي ازاي عرفتي مكان الشاطئ ده، خاصة ان ده شاطئ سري ومعزول شوية ومفيش ناس كتير تعرفه. فبتقول لهم نانسي ان هي عرفت مكان الشاطئ ده من شخص عزيز عليها، وبتسألهم نانسي ان لو في اي حاجة خطر في الشاطئ علشان لو كده تأمن نفسها منها. فبيقولوا لها في صخور لازم تاخد بالها منها علشان ما تخبطش فيها، وكل يومين بتيجي موجة عالية جدا ولازم تتجنبها، وكمان في شعاب مرجانية واناديل بتلسع ولازم تاخد بالها منها علشان ما تتلسعش. فبتشكرهم نانسي وبتودعهم وبتروح تكمل تزلج، وبتفضل نانسي تركب الامواج شوية وبتقضي وقت لطيف، وبعدها بتروح للشاطئ وبترتاح شوية وبتاكل لحد ما بيجي لها اتصال من اختها، وبتحكي لها نانسي على الشاطئ وبتقول لها قد ايه المكان جميل. وابوها بياخد التليفون ويكلمها، ونعرف ان هي عايزه تسيب كليه الطب بعد موت امها، ولكن ابوها بيشجعها وبيحاول يقنعها ان هي تتراجع عن القرار وان هي ما تستسلمش بسهوله. وبعدها بتنهي المكالمه مع ابوها وبتستعد عشان تنزل الميه تاني، وبيكون في الوقت ده صديقتها بعتت لها رساله وبيكون مكتوب فيها ان هي مش هتقدر تيجي تاخدها من عند الشط ولازم تشوف مواصله تانيه. بس نانسي ما بتشوفش الرسالة وبتنزل المية، وبنشوف الشباب بتخرج من المية وبيقولوا لها ان هي لازم تخرج. قالت لهم ان هي هتركب الامواج بالليل، كمان قالت لهم ان هي مش هتطول وهتخرج على طول. وبعد شوية بتلاقي مجموعة من الدولفين بيلعبوا حواليها وبتنشغل معاهم، وبتدخل وراهم لجوه شوية في المية لحد ما بتلاقي قدامها جثة حوت ضخمة جدا، وبيكون ميت وعايم على وش المية وحواليه دم كتير جدا. وبتشوف طيور كتير بتكون بتتجمع على جثة الحوت الميت، فبتتخض نانسي وبترجع. وبنشوف نانسي بتركب الموجة، وبنلقى القرش بيقرب منها وبيخبط لوح التزلج بتاعها وبتقع في المية، وبسبب الوقعة دي بتتخبط نانسي في الصخور وده بيسبب لها ألم، ولكن بتقدر نانسي ان هي تسيطر على نفسها وتطلع لسطح المية، وبتحاول ان هي تروح تاخد لوح التزلج بتاعها علشان ترجع للشط بسرعة. وبتقدر فعلا تفلت من القرش وتهرب ناحية جثة الحوت وتطلع عليها، وبتكون مصابة إصابة خطيرة. وفي اللحظة دي تشوف الشابين اللي كانوا معاها في المية بيركبوا العربية بتاعتهم وكانوا ماشيين، وبتبدأ نانسي تنده عليهم بأعلى صوت لكنهم مش بيسمعوها وبياخدوا العربية وبيمشوا. بعد شوية تبدأ المية تحرك جثة الحوت للأعماق، وبتكون نانسي مرعوبة جدا لأن الحوت هياخدها بعيد عن الشط بالتدريج، لكنها بتشوف صخرة موجودة في وسط المية، وبنشوف القرش جاي ناحية جثة الحوت بسرعة كبيرة، وبتستغل إن القرش هينشغل في أكل الحوت وبتنط في المية، وبتعوم نانسي بأقصى سرعة ناحية الصخرة لحد ما تقدر توصلها أخيرا. وبتقعد نانسي ترتاح على الصخرة وتاخد نفسها، لكن الجرح اللي في رجليها كان بينزف وبتكون حاسة بألم شديد، وأي حاجة بتيجي على الجرح حتى لو مية بتزيد من الألم. وعشان كده نانسي بتقرر إن هي لازم توقف النزيف وتقفل الجرح، بس ما كانش معاها اي ادوات طبيه تستخدمها علشان تقفل الجرح، ولكن بتجيلها فكره وهي ان هي تستخدم السلسله والحلق كادوات علشان تقدر تخيط الجرح. وبيكون الالم شديد جدا ولكنها بتفضل تهون على نفسها وبتقول لنفسها ان هي لحظه والالم ده هيخلص،
وبتقدر اخيرا ان هي تخيط الجرح، وبعدها بتقلع الجاكيت اللي كانت لابساه وبتلفه على رجليها وبتقعد ترتاح، ولكن من التعب بتروح في النوم. ولما بتفوق نانسي بتلاقي الدنيا ليل والجو برد، فبتشيل الجاكيت من على رجليها وبتلبسه علشان تتدفى. ولكن المشكله ان هي لو سابت رجليها مكشوفه ممكن يحصل مضاعفات للجرح. تقطع نانسي الجاكيت وتربط الجرح بالكم بتاعه وبتلبس باقي الجاكيت علشان تدفي نفسها، وبتقرر ان هي تنام لحد ما النهار يطلع، ولكنها بتفوق على حشره بتقرصها. ولما بتقتل نانسي الحشره بتلاقي نفسها جعانه، ولان هي ما معهاش اي اكل بتقرر ان هي تاكل الحشره، ولكنها مش بتقدر وبتقرف، وبتلاقي جنبها طائر نورس جريح فبتديله الحشره علشان ياكلها. وبتتكلم مع الطائر شويه لحد ما بتشوف لوح التزلج بتاعها بيطفو على وش الميه، ولكنه بيكون بعيد عنها شويه، فبتقرر ان هي تنزل الميه علشان تجيب لوح التزلج وترجع للشاطئ. وبتنزل للميه وبدات تعوم ناحيه لوح التزلج، لكن المشكله ان هي لما نزلت الميه بدات رجليها تنزل دم في الميه، وسمك القرش بيشم ريحه الدم، وفعلا مجرد ثواني قليله وسمكه القرش بتبدا تتحرك ناحيتها، فبتضطر نانسي ان هي ترجع بسرعه للصخره. تقدر ان هي تطلع على الصخرة قبل ما القرش ينقض عليها، وبعدها بتشوف نانسي واحد نايم على الشط، وبتفضل تصرخ بأعلى صوت علشان يسمعها، وفعلا بيسمعها وبيفوق، ولكن المشكلة انه بيكون مخمور ويفضل يشاور زيها ويضحك. وبتشاور نانسي على الشنطة بتاعتها اللي على الشاطئ، وده علشان يجيب منها التليفون ويتصل على اي حد يجي ينقذها. واخيرا بيفهمها وبيروح ناحية الشنطة، لكنه بيقرر انه يسرق الشنطة وبيمشي. وبتفضل تترجى نانسي انه ما يمشيش ويسيبها في الحالة دي، ولكنه مش بيفهم وبيكمل. وقبل ما بيغادر المكان بيشوف لوح التزلج بتاعها في المية، وبيكون واضح على اللوح انه نوع نضيف وغالي جدا، فبينزل البحر علشان يسرقه. ونانسي بتحذره وبتقول له ارجع للشاطئ تاني بسرعة علشان في قرش، ولكنه مش بيهتم بكلامها وبيعوم ناحية لوح التزلج، وبيبقى فاكر ان هي بتحاول تمنعه من سرقة اللوح بتاعها. ولما بيوصل عند اللوح بيكون سعيد انه هياخده اخيرا، ولكن فجأة بيختفي من قدام نانسي وبتبقى مش شايفاه. وبعدها بيظهر الشخص ده على الشط وبيكون نصه متاكل، فبتتفزع نانسي من المنظر ده وبتفضل تعيط. ولما بيطلع النهار بيكون فاضل 12 ساعة بس على الموجة الضخمة اللي الشباب حذروها منها، وبتروح نانسي في النوم. ولما بتصحى بتلاقي الشابين اللي كانوا بيتزلجوا معاها نازلين البحر تاني، وبتحاول نانسي ان هي تحذرهم وبتقول لهم ان في سمكة قرش في المكان، لكن هما الاتنين ما بيهتموش بكلامها وبيقولوا لها ان هما بيجوا هنا كل يوم وان مفيش سمك قرش في المكان. وفجأة بيطلع القرش وبياكل واحد منهم، والتاني بيكون لابس الخوذة اللي عليها الكاميرا وبيحاول يهرب بسرعة علشان يوصل للصخرة اللي عليها نانسي. وبتقف نانسي على حافة الصخرة، وفجأة بيظهر الشاب وبيمد ايده لنانسي علشان تنقذه، لكن القرش بيكون اسرع منها وبيسحبه تحت المية وبيفترسه، والمية كلها بتبقى دم. وبيكون فاضل 3 ساعات على الموجة القوية، وبتكون حرارة الشمس شديدة جدا، فبتاخد نانسي لوح التزلج بتاع الشاب وبتحطه على راسها علشان يحميها من أشعة الشمس. ويعدي الوقت وبيكون فاضل 25 دقيقة بس على الموجة القوية، وبتفضل نانسي تتكلم مع الطائر لحد ما اي حد يظهر لها. وهنا تلاحظ ان الطائر مش عارف يطير بسبب ان جناحه مخلوع، فبترد له الخلع. وفجأة بتشوف قدامها الخوذة اللي كانت مع الشاب، وبيكون مثبت عليها كاميرا من فوق، وبتقرر ان هي تجيب الخوذة علشان تشوف الكاميرا سجلت ايه. ورغم ان هي بتشوف القرش عمال يحوم حواليها في المكان، الا انها بتعتقد ان هي تقدر تجيب الخوذة بسرعة قبل ما القرش يوصل لها. وفعلا نانسي بتنزل المية من غير ما تعمل صوت وتقدر توصل للخوذة، لكن القرش بيكون شافها وبيهاجمها. بس نانسي بتقدر ان هي تنجو منه في اخر لحظة، وبتكون نانسي فرحانة ان هي لسه عايشة والقرش ماكلهاش. وبتفضل نانسي تتفرج على الفيديوهات اللي الكاميرا سجلتها، وهنا بتلاحظ نانسي ان في خطاف متعلق في فك القرش وعامل له اصابة. وبعدها بتفتكر ان ما عادش وقت على الموجة القوية، وان هي قربت وبتشوف عوامة بتطفي على سطح المية على بعد 30 ياردة، وان هي لو فكرت تعوم لحد هناك هتستغرق حوالي دقيقة. ولما بتحسبها بتلاقي ان هي مجازفة كبيرة، بس لازم تجازف عشان تعيش. وبتكون عارفة ان الموجة لو جات عليها وهي على الصخرة هتاخدها بعيد وهتكون في متناول القرش، اما لو طلعت على العوامة هتكون في امان والقرش مش هيعرف يوصل لها.
وقبل ما بتنفذ الخطة بتسجل نانسي فيديو على الكاميرا وبتقول نانسي على بياناتها وعلى اسمها وبتحكي الموقف اللي هي فيه وان هي محبوسة ومش عارفة تخرج بسبب القرش، وبتوجه رسالة لأبوها ولاختها وبتطلب منهم يسامحوها لو زعلتهم في يوم من الايام، وبتعرفهم ان هي بتحبهم جدا، وبعدها بتقفل الفيديو وبترمي الكاميرا علشان تطفو ناحية الشاطئ. وبنشوفها بتحط الطائر المصاب على قطعة من لوح التزلج اللي معاها وبتودعه وبتتمنى انه يكون حظه احسن من حظها والقرش ما يهجمش عليه، وبتزق اللوح علشان الموجة تاخده ناحية الشاطئ. وهنا بتلاحظ نانسي ان الموجة قوية بدأت بالفعل وان دي اللحظة المناسبة علشان تتحرك وتروح في اتجاه العوامة، لكن الموجة بتقلب البحر وبتبدأ الاناديل تخرج للسطح، وبكده طريقها اتجاه العوامة بقى اصعب، وبنشوف القرش عمال بيحوم حواليها ومستنيها تنزل علشان يهجم عليه، وبتقرر ان هي تحاول تستنى لحد ما القرش يبعد شوية، وبتنزل المية وبتعوم في وسط اناديل البحر، ورغم ان الاناديل كل شوية تلسعها الا ان هي اتحملت وبتكمل طريقها في اتجاه العوامة. ولحسن الحظ بتلاقي نانسي سلم في العوامة، ولما بتيجي تتسلق بتلاقي القرش وراها على طول وعلى وشك انه ياكلها، ولكنها بتقدر تطلع في اللحظة الأخيرة وبتنجو من القرش. وبتلاقي نانسي صندوق في العوامة وبتكون عارفة إن الصندوق ده غالبا بيكون فيه مسدس إشارة ضوئية، وفعلا لما بتفتح الصندوق بتلاقي فيه المسدس، ولكن الطلقات بتاعته بتقع في المية وما بيكونش معاها غير طلقة واحدة بس، فبتضربها نانسي في الهواء علشان السفينة تشوفها، ولكن بتكون بايظة وما بيكونش ليها أي فايدة، ولازم نانسي بتجيب باقي الطلقات اللي وقعت في المية، وفعلا بتجيبها وبتضرب واحدة في السماء، ولكن اللي في السفينة مش بيشوفوا الاستغاثة وبيمشوا. وقتها بتفقد نانسي الامل ان هي ممكن تنجو من الموقف ده، ولكن في الوقت ده بيكون في طفل صغير بيلعب كوره على الشاطئ، وبتكون الخوذه اللي رمتها نانسي في الميه الموج وصلها للشاطئ، والطفل ده بيلاقيها وبيشغل الكاميرا وبيشوف الفيديوهات اللي عليها، وبيجري الولد بسرعة علشان يطلب المساعدة، وبتكون نانسي رجليها رجعت تنزف بسبب المجهود والحركة اللي هي عملتها، والقرش لما بيشم ريحة الدم بيهيج وبيرجع يهجم عليها من تاني، فبتضربه نانسي بمسدس الإشارة علشان يبعد عنها، لكنه بيغضب أكتر وبيمسك العوامة بأسنانه وبيوقعها في المية. وبيحاول انه يهجم على نانسي ولكنها بتدخل جوه الحديد بتاع العوامة، وبتشوف نانسي ان في اسياخ حديد في قاع البحر، فبتنزل نانسي في المية وبتعوم في اتجاه الأسياخ، ولما القرش بيكون رايح عليها بسرعة كبيرة بتبعد نانسي فجأة من قدام القرش، والقرش بيدخل في الأسياخ وبيموت. وبيكون في الوقت ده الولد الصغير جاب أبوه ووصلوا للشاطئ، وبيطلع أبوه هو كارلوس السواق اللي جاب نانسي في البداية، وبيدخل يجيبها وبيحاول يفوقها لحد ما بتستعيد وعيها، وبتلاقي نفسها أخيرا قدرت تتغلب على الموقف اللي هي فيه، وتبص حواليها وهي مش مصدقة إن هي رجعت للشاطئ. وبنشوفها بعد مرور سنة وهي على الشاطئ، ولكن المرة دي بتكون مع أبوها وأختها، وبتجهز هي وأختها علشان ينزلوا للمية ويركبوا الأمواج. وقبل ما بتنزل المية بيقول لها أبوها إن أمها لو عايشة كانت هتبقى فخورة بها جدا، وبعدها بتنزل نانسي وبيخلص الفيلم على كده.